أهلا بيكم. أنا فلان الفلاني، دي قناتنا العجيبة. النهاردة حابب أكلمكم في أول فيديو عن أكتر أداة أنا استفدت منها في حياتي. مش شات جي بي تي، مش جوجل جيميناي. هي أداة ساعدتني أذاكر آخر فترة في الكلية وبداية شغلي في حاجات كتيرة أوي، وهي نوت بوك الآن. اسمحوا لي أوريكم شكلها. أدي شكل الأداة. حقيقي نوت بوك ألام فرقت في حياتي كتير. طب إيه هي نوت بوك ألام للي ما يعرفش؟ هي تول معمولة عن طريق جوجل، هدفها إنها تساعد الناس إنها تذاكر أحسن. بنستخدم الذكاء الاصطناعي في إنه يشرح لنا توبكس ومواضيع مختلفة، ويقدر يقرأ أبحاث كتير ويتعلم هو كده، يعلمنا إحنا ويشرح لنا. الموضوع بيتم إزاي؟ بنيجي عند نوت بوك ألام. حابب بس قبل ما أبدأ أوريكم الخطط. الخطط بتختلف بناء على انت هتستخدمها ازاي. فهي حلوه جدا لطلبه جامعيين، طلبه مدارس، اب وام عندهم اطفال حابين انهم يذاكروا احسن. حقيقي الاداه دي هتفرق في حياه اي حد. انا شخص بشتغل ودوري ان انا كمعلم ان انا ابقى فاهم الحاجه قبل ما اشرحها. حابب اتعمق في الموضوع اكتر، حابب اشوف طرق شرح احسن. كل الناس ممكن تقدر تستفيد من الابليكيشن ده. استخداماته واستفادة منه لا تعد ولا تحصى. فدي الخطط اللي بعد كده مدفوعة الأجر. أنا عامة بستخدم اللي ببلاش، مش عفانة بس هي الفكرة في إنه أنا ما بحتاجش الأكتر. فأنت محتاج الأكتر، حقك واشتريه وهتستفيد جدا. بندوس تراي نوت بوك كلام. هنا دي حاجات معمولة قبل كده. هنا بيبقى الحاجات اللي أنا عاملها. ده أنا كنت عامله من قريب. تعالوا أوريه لكم. طيب، أول ما بتخش ممكن أبلاش أوريكم ده، تعالوا أوريكم أحسن. ده اللي هوريه لكم. create new. بيخيركم بين حاجتين، ما بين إن أنتوا تعملوا سيرش. نوع السيرش مقسوم نوعين: فاست ريسيرش وديب ريسيرش. ايه الفرق بينهم؟ فاست بيجيب لك اي حاجه بتيجي قدامه ريليتد للموضوع. دي بيدور فعلا على مصادر اقوى وافضل واحسن ومتعمقه اكتر، فبيساعدك انك تفهم اكتر. مفيد جدا لو انت بتعمل بحث، لو انت بتعمل مشروع تخرج هيفيدك كتير جدا. دي هنا لو انت حابب عندك فايلات على الموبايل او على الكمبيوتر، انت مسايف الفايلات دي على جوجل درايف، او عاملين مجمعين الملخصات والماتيريال كلها على جوجل درايف، هيبقى مفيد جدا. فيديوهات يوتيوب ليها علاقة بالموضوع هتفيده. كل ما نوت بوك الان اتعلم اكتر او بقى عنده مصادر اكتر، كل ما عارف يشرح لك احسن. فطبعا المصادر الكتير مفيدة جدا جدا جدا. ان هو انت عندك في النسخة المجانية 50 مصدر، ده الماكسيمم. بس لو تقدر تعمل اكتر او انت محتاج الاكتر فعلا هيفيدك اكتر، لان كل ما المصادر زادت كل ما هو علمك احسن. فتعالوا نرجع اوريكم اللي انا كنت عامله هنا بقى اهو. عملها حتى لو فاضي. نوت بوك كلام متقسم لثلاث اجزاء: جزء اسمه سورسز، جزء اسمه ستوديو، وجزء في النص اسمه تشات. التشات ده كأنك بتكلم شات جي بي تي المتخصص قوي في الموضوع اللي انت عامله. بس هو ده الفرق بينه وبين جوجل جيميناي او شات جي بي تي، ان انت مخصصه في موضوع معين. ان انا هنا عامله عن الجينوم البشري او الجينوم عامة، فخليته يجيب لي مصادر. جاب لي المصادر دي. يفضل ان قبل ما تعمل اي حاجة انك تخش على المصدر ذات نفسه، تقراه. من هنا هيبقى أحسن إنك تقراه وتشوفه وتفهم إن ده بجد، لأن ده في الحاجات العلمية الحاجات الطبية هيبقى أحسن بكتير. بتكلم شات جي بي تي أو جيميناي، بتخليه يجيب لك مصادر أكتر، يبقى أحسن. طيب، في الشات أنت ممكن تتناقش معاه. أنت عايز تسأله سؤال معين، هو في الأغلب بيرشح لك أسئلة. لو أنت في سؤال في دماغك يبقى أحسن. طلع لك نتيجة عجبتك جدا، بدوس سيف تو نوت، بيعمل لك نوتة بيها. وهنا متقسم لحاجات كتير، انك ممكن تستخدم النوتة دي كمصدر. زي ما قلنا، هو كل ما فهم اكتر كل ما شرح لك احسن.
ممكن تخليه يطلع لك as docs. docs دي اللي هي الوورد بتاع نوت بوك ال ام اهي، لو انت حابب تطبع. لو هو جدول معين عايزه يجمع لك بيانات في جدول معين وتعمله كاكسل، خليه اكسبورت لشيتس. عايز كل النوتات اللي انت جمعتها من فيديوهات، من اصوات، من بودكاست، يستخدمها كسورس، ممكن تدوس هنا اهو، وكل ده هينقل هنا. ونيجي بقى لمنجم الذهب. الناحية اليمين دي منجم ذهب. ليه بقى؟ انا من النوع اللي ما بفهمش الكلام صرف كده. حتى لو قعدت تشرحه لي من هنا لبكره، طالما ما شفتش فيديو او بودكاست حد شرحه لي، انا عمري ما هفهم. فهنا هو انت عندك كمية اوبشنز في استوديو مش طبيعية. تخليه يعمل لك فيديو من الصفر، اوديو، مايند ماب، ريبورت، فلاش كارد، كويز، انفوجراف، سلايد ديك، داتا تيبل. تقدر تخش على كل واحدة وتفهموا ايه هي. انا اكتر حاجتين بستخدمهم هما الفيديو والاوديو. تحفة، تحفة. وادي هنا مثلا انا بدوس عايز اعدل من جوه، فانا بخليه يعدل على الحاجات اللي انا عايزها. فانا عايزه يعمل ديب دايف ولا عايزه يعمل بريف، كريتيك، ديبيت. ايه الفرق؟ فرق في طريقة الشرح. انت عايزه يلخص، عايزه يتعمق، عايزه ينتقد ويجيب آراء مختلفة، عايزه يعمل مناظرة. براحتك على حسب الموضوع. يعني موضوع فلسفي أكيد هتبقى عايزه يبقى ينتقد ويعمل مناظرة. عندك امتحان بكرة هتبقى عايزه يلخص، يجمع لك الأفكار، يجمع لك المعلومات. فهي دي الفكرة. الميزة الأجمل والأحلى اللي أنا شايفه إنه فعلا هيفرق في سيستم التعليم المصري. وعلى فكرة، لو أنت طالب جامعي، على كلام جوجل أنت المفروض ليك أكسس ببلاش على نوت بوك ال ام وعلى جوجل جيميناي. بتروح لشؤون الطلبة، تطلب منهم الايميل الجامعي بتاعك. بالايميل الجامعي ده انت بتقدر تاخد اكسل، وورد، وكل الحاجات بتاعت مايكروسوفت ببلاش. ده غير بتاخد جوجل جيميناي ببلاش. ده غير بتاخد سبوتيفاي باشتراك اقل. كل ده حاجات انت بتقدر تستفيد منها من الايميل الجامعي. بالذات طبعا اكسل ووورد وجوجل جيميناي والذكاء الاصطناعي عامة بيفيدك جدا. هنا في اللغات، في اهي اللغة العربية العامية المصرية، يعني مش عربي بس، ده عربي بتاع بلده. فحقيقي جميل. وانا هوريكم دلوقتي شكل الشكل بتاعه عامل ازاي. شوية دقايق بعد ما يخلص بتخليه يجنريت. بعد ما يجنريت بيستنى شوية دقايق، وانا هوريكم دلوقتي شكله. تقدر تخليه بالطول اللي انت عايزه، مش عارف نفس الفكرة بالظبط في الفيديو. الفيديو انت ممكن تخليه برضو يوضح ويشرح ويفسر او يلخص. انت فاهم الفكرة بس انت عايزه يلخص. وهنا دي اشكال مختلفة كتير تقدر تخلي الصورة تطلع بيها، يشرح لك باشكال مختلفة. فلو طفل انت عايزه يعمله بكرتون لطيف كده، طفل تحت 5 سنين عايز تشرح له حاجة بسيطة، تعمله بالشكل ده. عايز تشرح كأنه على سبورة، تعمله الشكل ده. هنا البوكس اللي تحت دايما انت حابب يركز على ايه. لو انت عايزه يركز على حاجة معينة، بتقول له ركز على دي، ركز على دي، ساعدني في دي. لو انت عايزه لاستخدام معين، يكون بشكل معين، او يركز على موضوع معين، بتدوس عليهم، بتدوس جنريت، تستنى شوية دقايق، وادي شكل الاوديو. ومسؤوليتنا. طيب في سؤال كده بيفضل يطاردنا كلنا بشكل أو بآخر. هل إحنا مجرد نتاج للجينات اللي ورثناها وخلاص؟ ولا حياتنا وعلم التخلق؟ ومن هناك هننطلق للمرحلة اللي بعدها، المرحلة الأكثر جرأة وإثارة للجدل. فكرة إننا نعدل الكود الجيني ده بنفسنا، والتحديات الأخلاقية الضخمة اللي بتواجه البشرية كلها بسببها. بالظبط. الفكرة الأساسية إن الحمض النووي مش هو نهاية القصة، هو أشبه بدليل تعليمات ضخم جدا. لكن في طبقة تانية من المعلومات فوق الدليل ده، هي اللي بتقول للجسم يقرأ أي صفحة ويتجاهل أي صفحة. الطبقة دي طبعة الإيبيجينيتكس،
بتتأثر بكل حاجة بنعملها وبنتعرض لها، من الأكل اللي بناكله للبيئة اللي عايشين فيها. وده اللي بيفتح الباب لأسئلة مصيرية عن حدود العلم ومسؤوليتنا. طيب، خلينا نفكك الموضوع ده. حقيقي نقاش جميل جدا ومفيد جدا طبعا. مع الوقت بيبقى احسن. بالمناسبة، لو انتوا دراستكم بالانجلش وبتفهموا انجليزي كويس، حقيقي الانجليزي هيبقى فادك. طبعا الذكاء الاصطناعي عشان هو معمول بالانجليزي، فللاسف دي حاجة. دي يمكن اوحش حاجة، ان هو ممكن ما يكونش بيعرف يشرح بالعربي زي ما بيعرف يشرح بالانجليزي. بس حقيقي حتى وهو بالانجليزي مفيد، حتى هو بالعربي مفيد، وفي كل الاشكال مفيد. فهيفيدكوا جدا. وده مثلا الفيديو. قبل ما اوريكم، انتوا تقدروا تنزلوا على فكرة. يعني انتوا تقدروا تنزلوا الصوت ده وتستخدموه فيما بعد، تسمعه وانت في البيت، تسمعه وانت في الشارع، تسمعه وانت رايح الكلية. خلاص هو بيلم لك المنهج، بدل ما انت فاتح البي دي اف او كده رايح الامتحان. لا، ده ملخص جميل ليلة الامتحان كده تستخدمه. هيبقى مفيد جدا، لم لك الدنيا، خلصت دماغك، ريحت دماغك، داخل الامتحان مذاكر. وادي هنا ده الفيديو هوريه لكم. أهلا بيكم. النهاردة هنفك شفرة العلم اللي هيغير مستقبلنا، علم الجينات. هنتعرف إزاي قرينا شفرتنا الجينية وإزاي بنتحكم فيها، ودلوقتي إزاي بنقدر نعدلها. القصة بتبدأ بواحد من أكبر المشاريع العلمية في التاريخ. مشروع الجينوم البشري كان هدفه واضح، رسم خريطة كاملة لكل جينات الإنسان. المشروع فك شفرة 3.2 مليار حرف من الحمض النووي بتاعنا، رقم ضخم. طيب بقى معانا الشفرة، بس السؤال الأهم، مين اللي بيتحكم فيها؟ الإجابة هنا بتيجي من علم الإبيجيناتكس أو علم ما فوق الجينات. ببساطة هو إزاي البيئة وأسلوب حياتنا ممكن يغيروا طريقة شغل جيناتنا. الفرق الجوهري وادي ببساطة ده المثال. الفيديو حقيقي أداة جميلة جدا، أرشحها لكم كلكم. زي ما قلت، استخدموا مصادر أكتر، استخدموا مصادر مفهومة، استخدموا فيديوهات يوتيوب. هيفضل ياخد من الحاجات دي، استخدموا صور. كل الحاجات دي يفضل يجمع منها يجمع منها يجمع منها، يطلع لكم بنتاج أفضل بكتير. يعني انتوا ممكن تكونوا شايفين النتيجة دلوقتي مش لطيفة، ايه ده، الكلام لسه مجعلص ما شرحليش قوي، عشان انا مديله 10 مصادر بس. حاولوا توصلوا لل50 عادي. طالما مديلكوا المساحة دي، فهو أكيد عارف إن ال AI علشان يقدر يفهم موضوع هيحتاج على الأقل الكمية دي. فابعتوا له لينكات، حطوا له مصادر أكتر. اقروها انتوا، بصوا عليها، مش شرط تقروها بتعمق، بس بصوا عليها، اتأكدوا من صحتها، اتأكدوا من المواقع. هيفيدكم لو بتعملوا بحث، لو بتعملوا مشروع تخرج، لو بتعملوا أي حاجة يعني ريليتد للنقطة دي. حقيقي مفيد. وبس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو حابين نتكلم عن أداة تانية، يا ريت ترشحوا لي في الكومنتس. أنا عامل حسابي على أدوات كتير هكلمكم عنها. هل القناة بتتكلم عن التكنولوجيا؟ لأ، بس جزء كبير هيبقى منها بس هكلمها عن حياتي أنا، عن استخدامي أنا، لعل وعسى حد يستفيد. مش بس كده، عن ادوات ازاي تفيدها في حياتك، لان ممكن كتير ناس تقول لك خش استخدم نوت بوك قلم، اعمل كذا، سوي كذا، بس محدش يشرح لك هتستخدمها ازاي في حياتك بامثله فعلا في الحياه. انت كطالب هتحتاجها ازاي، انت كشخص هتحتاجها ازاي. فده في الاغلب، وده هدف قناه فلان الفلاني اللي انا عاملها. انا حد زي اي حد. فلو عجبكم الفكره، لو عجبكم الحلقه النهارده، اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، واستناكم في الفيديو الجاي. شكرا جدا.